والله بجد انا مش قادر اقتنع واصدق ان في مجموعه من البشر والمفروض ان هم ناس بيقدموا فن وابداع اجتمعوا كده مع بعض وشافوا ان مسلسل بيت بابا هو مسلسل كوميدي وحلو ولذوذ وعسول لدرجه انه يليق ينزل للجمهور، ومتوقعين ده يعجب الجمهور والجمهور يتبسطوا منه ويقولوا ها 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 ويضحكوا قوي. يعني من وجهه نظري المتواضعه اعتقد ان ده اسوأ عمل اتقدم في 2026. انا عارف انك هتقول لي احنا لسه في شهر يناير، ده اول شهر في 2026. انا قاصد اقول ان هو الاسوأ لان ما اعتقدش ان في حد هيوصل لهذه الدرجه من السذاجه انه يقدم عمل بالمستوى ده على انه عمل كوميدي. يعني انت متخيل ان احنا في 2026 شوف بقى الكوميديا اتطورت ازاي، ولسه بنكتب سكريبتات مسلسلات مستوى افيهات علي غزلان اول ما طلع، ومش مصدق برضو ان احنا في 2026 ولسه لحد النهارده بنحاول نقلد فيلم الناظر اللي اتعمل في اوائل الالفينات ومش عارفين نقلده لان طبعا مفيش حد هيوصل لمستوى الابداع اللي اتعمل في الفيلم ده. مسلسل بيت بابا، المسلسل بطولة محمد محمود، محمد انور، انتصار، مريم الجندي، احمد عبد الحميد، سامي مغاوري، والطفل جان رامز. المسلسل اخراج محمد عبد الرحمن حماه. انا لازم بقى اعرفكم الاول على المخرج عشان نعرف احنا داخلين على ايه. انتوا عارفين مش في حاجه اسمها السينما النظيفه؟ استاذ محمد عبد الرحمن حماه بيتبنى السينما البيضاء، يعني حاجه قلش القلش. ايه الاعمال اللي هو عملها قبل كده؟ كان عامل في رمضان اللي فات مسلسل اعتقد ما حدش سمع عنه غيري اسمه الاذكياء الفقط، قلش السنين كل. عمل بقى بعدها مسلسل اسمه لينك طبعا بتاع مدام رانيا، بس ما حدش حس بيه من كتر القلش والبيض اللي كان موجود فيه. عمل فيلم اسمه اشباح اوروبا هو بتاع هيفا، بس برضو الفيلم كان قلش السنين. وعمل مسلسل قبلها اسمه اجازه مفتوحه، ناس كتير ما سمعتش عنه واللي سمع عنه قفل منه من كتر البيض اللي فيه. فواضح ان هو بقى جه يعمل لنا مسلسل بيت بابا عشان يعمل هذه الخماسيه البيضيه ويقضي علينا تمام. قصه مسلسل بيت بابا ببساطه بتحكي عن اسعد، ناظر مدرسه تقيل جدا وشديد جدا وحاسم جدا، بيطلع على المعاش. وطلوعه على المعاش ده ما جاش صدفه، يعني هو كان في مشكله مع طالب، لقى الطالب عامل تاتو فبيحميه. طبعا في ناس صورت الكلام ده والموضوع انتشر، فبيتم احالته الى المعاش. هنا بقى يبتدي يرشق في البيت لمراته ولاولاده ويتابع مشاكلهم وهم كلهم مش طايقين. وتحديدا هو عنده 3 اولاد، احمد وامجاد واكرم، اللي هم محمد انور ومريم الجندي وسليم الترك. فبيبتدي يتابع مشاكلهم عشان نوصل في الاخر لانه المشاكل دي اصعب من مشاكل المدرسه. يعني انت لما تسمع القصه تحس ان هي ميكس ما بين فيلم الناظر وفيلم رمضان مبروك ابو العالمين حموده، ودي اول حاجه تقفلك من المسلسل. يا جماعه بجد والله مش ممكن، يعني انت مستني ايه انك تقدم لي قصه انا شفتها قبل كده ومش مره، ده انا شفتها مرتين، ولو ركزنا هنلاقي اعمال كتيره جدا فيها قصه هذا الناظر او هذا المدرس الشديد المقفل المتزمت. ما انت مقدم لي نفس القصه النهارده ليه؟ ده هيفيد في ايه؟ ما هي اصل قصه مكرره هتؤدي لافيهات مكرره، وده فعلا اللي حصل في المسلسل. يعني بجد بجد ما هو نفس لما تتفرج على فيلم الناظر لما كان علاء ولي الدين بيقول لهم انتوا بتشتكوا انكم بتتضربوا، طب هتتضربوا انتوا واولياء اموركم. دي وقتها كانت جديده، النهارده هو حاطط تاتو فانا بحميه. ما هي نفس التطور، يعني هو ماذا لو فيلم الناظر كان مكمل بقى ل 2026؟ فانت ما قدمتش حاجه جديده. واللي يثبت لك ان صناع العمل شخصيا عارفين ان اغلب الافيهات اللي بتتقال مش جديده، وافيهات قلش السنين وبيض جدا، انهم عاملين حاجه مستفزه. يا اما يحط لك موسيقى تصويريه او موسيقى تضحك قبل الافيه او بعد الافيه عشان يلفت نظري ان هو خد بالك يوجد هنا افيه، فاحنا المفروض كلنا نضحك. وعشان ما حدش يفهم كلامي غلط، هو رغم ان الدنيا قلش جدا لكن في ناس ادائها حلو قوي. يعني انت عندك محمد محمود اداؤه حلو جدا جدا جدا، انتصار اللي هي طالعه مراته ادائها حلو جدا، والاثنين في بينهم مشاهد كان ممكن يطلع منها كوميديا عاليه جدا، لكن طبعا ده لا تم استغلاله لا في كتابه ولا في اخراج ولا في اي حاجه. وعموما بقى ان احنا دخلنا في منطقه الاداء، انت لما تمسك كل الناس اللي بتمثل مفيش حد مميز. يعني حتى انا عندي احمد عبد الحميد عادي، ما حسيتش ان هو بيقدم حاجه. يمكن انا بس لو في حد اتكلم عنه هو محمد انور. بشكل شخصي انا عندي مشكله مع الشخص ده، مش قادر اتقبل ان انت بطل وبتاخد مساحه كبيره، ولا قادر اتقبل ان انت حد كوميديان، مع كامل احترامي ليك. والله ما بقول كده بسبب موقفك مع محمد سلام وان انا من ساعتها ما كنتش طايقك، بس لا دي حاجه خلاص انا نسيتها. انا بتكلم انت ادائك، يعني اخرك تلعب زي ما كنت بتعمل كده في مسرح مصر وتطلع حتى بعد مصطفى خاطر وبعد علي ربيع، لكن مش قادر اتقبل ان انت في مكان كبير. يعني ما حسيتش ان في كاريزما طاغيه ولا في امكانيات كوميديه طاغيه تخليك تبقى بطل. طيب مسلسل بالمواصفات دي والقلش، خلاص كنت هقول في الاول لو 10 حلقات 15 حلقه اهو يلا بنملى وسبوبه وخلصنا. المشكله بقى الاساسيه ان المسلسل ده 45 حلقه، في منهم 30 حلقه هينزلوا قبل رمضان و15 حلقه هينزلوا بعد رمضان. وطبعا ده لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. انا اول مره في حياتي اشوف مسلسل مش جزئين هو نفس الجزء بيتقسم على مرتين، فطبعا ده ملوش معنى غير انها مجرد نحتايه وسبوبه الممثلين لازم يعملوه عشان محتاجين شويه مصاريف، والمنتج برضه
برضو يلا يا باشا احشر قبل رمضان واحشر بعد رمضان، كده كده الفتره دي تبقى فاضيه ولا فارق معاهم الناس تتفرج لان بمنتهى البساطه يعني انا هتابع حاجه 30 حلقه لو هي حاجه جباره، استنى شهر وبعدها ابتدي اشوف ال 15 حلقه التانيين هيحصل فيهم ايه؟ اكيد الكلام ده في المشمش. وطبعا بما ان المسلسل اساسا احداثه فاضيه ومطينه على 45 حلقه، فالاحداث بجد ممطوطه جدا جدا بشكل يخليك تتفقع، يعني مش كفايه يعني اللي فات تفقع، لا كمان الاحداث تجيب لك شلل. فانتوا جايين غالبا تقضوا على الانجاب في مصر بالمسلسل ده. وبما ان بقى انا بتكلم على الكوميديا، وانا طبعا مش عايز ادي امثله كتير والله عشان اللي ما اتفرجش ما يتقفلش، وبشكل شخصي انا ما قدرتش اتفرج على كل الحلقات اللي نزلت، ونزل بتاع 9 حلقات او 10 حلقات، انا شفت منهم 5 6 بس واتقفلت يعني، ويا ريتني ما كنت شفته. في بقى كوميديا محمد انور عاملها، هو المفروض ان هو دكتور يعني دكتور نساء وتوليد، وبيروحوا له ستات بقى اللي هي مثلا واحده عايزه تولد، واحده تكتشف فجاه انها حامل. المنطقه دي الضحك اللي فيها ضحك قلش جدا، وتحسه ضحك سكتشات من ايام لو تفتكروا برنامج مثلا ابو حفيظه، ده مستواه اللي هو من 10 سنين مش مستوى النهارده. يعني مثلا في لقطه كده محمد انور جايه له واحده مريضه او مش مريضه يعني واحده حامل ومعاها حماتها، فهو بيقول لها ان انت حامل في بنت، فالحما دي بقى بتمثل العادات المصريه، بتقول له لا ده هي شكلها مخنشر قوي يبقى هي حامل في ولد، ده هي المفروض مش عارف ما تحطش ايديها على واحده حامل، يعني قصص كده المفروض ان دي تضحكنا. في الاخر هو بيكشف عليها تاني بيكتشف انها حامل في ولد. فانا لا قدرت افهم هو الضحك فين، ولا قدرت افهم انت عايز توصل لي ايه يعني لو هي رساله فانت بتوصل رساله غلط، لو هو ضحك مفيش ضحك. برضه الاقي قصه تانية واحده داخلاله حامل وهي مش عارفه انها حامل والمفروض انها هتولد كمان شويه، ويقول لها وانت ازاي ما خدتيش بالك، وهي وجوزها مش واخدين بالهم. يا جماعه يعني الضحك ده ينفع جدا في عالم السنافر، بس ما ينفعش في مستوى الكوميديا بتاعت المصريين اليومين دول. ودلوقتي جينا لمرحله تقييم المسلسل. طبعا المسلسل بعد ما انا شلفطته لان انا بصراحه متضايق جدا على الكام جيجا اللي راحوا وانا بتفرج على مسلسل زي ده، لكن يعني نديله كام تقييم بقى من 10؟ انا اعتقد انه اخره ياخد 2، بس حتى مش 2 درجتين، لا 2 اومليت. النحت جابنا تحت والله العظيم يا جماعه. مشكله المسلسل ده ان هو عباره عن نحتاي سبوبه، ده اخره، لان انت فعلا عندك عناصر بتضحك. يعني محمد محمود اداؤه كويس جدا ويطلع منه ضحك حلو جدا، وشفته في حاجات تانية بيضحك كتير، كذلك انتصار. على فكره حتى محمد انور لما انا بقول اني مش قادر اشوفه بطل، بس هو ممكن لو توظف في حاجه معينه او في مساحه معينه يطلع منه كوميديا. مريم الجندي نفس القصه. فان انا جايب ناس المفروض او على الاقل يعني ممكن يطلع منهم كوميديا ومش عارف اطلع منهم كوميديا، ده معناه ان الموضوع منحوت، لا سكريبت عدل ولا اخراج عدل، وبالتالي مفيش تحضير. واراهن ان في ممثل من الممثلين دول اصلا كان قاعد يشتغل انا هعمل ايه جديد، انا هقدم ايه، لان هي نحتايه معموله وبنخلصها بسرعه قبل ما نبتدي نصور حاجات رمضان. لان هو وش مثلا ممكن تلاقي المسلسل ده صور اخر السنه كلهم بيقلبوا عشان يدوب على شهر يناير اللي احنا فيه بيلحقوا يصوروا ادوارهم عشان رمضان خلاص كمان شهر. فانا ما عنديش مشاكل في النحت، بس ارجوكوا هننحت ومزنوقين في فلوس ما تعملوش بقى 45 حلقه، يعني 5 6 حلقات وهو حاجه كده ايه عدت ما خدناش بالنا منها، لكن 45 حلقه انتوا بتستفزونا وبتقولوا لنا والنبي اتفرجوا على النحت وطلعوا اتكلموا وعيبوا عليه. وعندي مشكله برضو في المسلسل، يعني هو المسلسل في الطبيعي لما بيجي مسلسل يقدم رساله بقول دي ميزه، والمسلسل هنا بيحاول يقدم رساله. يعني هو بيتكلم في فكره ان مشاكل البيت هي مشاكل كبيره ما تتحلش بانك تبقى يعني ما تتناقش، لا ده انت لازم تتناقش، لازم تفكر، لازم تقرب من ولادك، كل ده كلام عظيم جدا. بس ليه هو هنا عيب؟ لانه متقدم اولا بشكل مباشر جدا، ثانيا انه مش متقدم لي عمل فني، والكلام ده احنا قلناه في اكتر من حلقه. الرساله بتبقى ليها قيمه لما تطلع من جوه الفن. انا شايف شخصيات حلوه، شايف كوميديا حلوه، شايف اداء حلو، زي فيلم الناظر مثلا، ما هو فيلم مليان كوميديا ومليان شخصيات ومليان افات، وكان فيه في الاخر رساله، فانا توصل لي الرساله وانا مبسوط، وممكن اصلا من غير ما افكر انها رساله ابتدي اقتنع بيها. لكن لما انت بتحاول تعمل حاجه قلش جدا وملهاش علاقه بالفن جدا، وعشان تديها قيمه يعني تقوم تحط لي رساله في كلام يتقال مباشر، الكلام ده اسلوب اطفالي جدا لا ياكل مع الجمهور، وما اعتقدش ان في جمهور في 2026 ولا حتى وحياتك في 2020 هيتقبل الكلام الهبل ده. فيعني خلاص بنسف وبننحت، بلاش بقى نقول اصل احنا بنعمل رساله ونحاول نبان ان احنا قايمين. يا باشا هي حاجه عشان انتوا عليكم قصاد ثلاجه غالبا. ودلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقه، ايه اكتر مسلسل بيض شفتوه خلال اخر كام سنه؟ يلا اكتبوا لنا بقى وبهرونا في التعليقات. انا بالنسبه لي ما شفتش اكتر من المسلسل ده لان الجيجات مضايقاني لحد دلوقتي. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده هترجع في القناه هتلاقي سلسلتين، سلسله ملخصات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد او تريلرز لحاجات لسه هتنزل، وفي سلسله هبديه هزليه في حب الفنانه الفلانيه، ده غير سلسله 10 افلام مسلسلات مسرحيات اي حاجه. يعني معاك وقت وجهد وباقه وماقه وطاقه وفاقه وكل القلش اللي انا بقوله ده اللي لا يختلف عن قلش المسلسل. يبقى خد لك لفه وقول لنا رايك في الحلقات اللي انت شفتها وفي حلقه النهارده. لو الحلقه عجبتك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبتكش قول لي اللي مش عاجبك، عندك اقتراح اي حاجه اكتبها لنا في التعليقات. وكالعاده بنختم بالكلمه القلش بتاعتنا، كلمه ايه؟ غورو.